قال سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الفنان السعودي المعروف فايز المالكي إن وضع العائلة السورية النازحة إلى لبنان يعد مأساويا. وكان المالكي ضمن مجموعة من الشباب الخليجيين الذين وصلوا إلى لبنان الأسبوع الماضي لإطلاق حملة لمساعدة النازحين السوريين تقدم المساعدات الإنسانية لنحو 16 ألف أسرة بحسب ما يقول المالكي الذي لم يخفي شعوره بالخوف أثناء تواجده هناك. انضم إلينا من الرياض الممثل السعودي فايز المالكي سفير النوايا الحسنة. فايز المالكي، أهلا وسهلا بك إلى نشرة الرابعة. قلت بأنك شعرت بالخوف عندما زرت مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، الخوف من ماذا؟ أولا أخوي محمد، أنا شاكر تحت الفرصة معكم في النشرة. والحقيقة الخوف من وجود شبيحة، من وجود متعاونين مع النظام السوري في طرابلس شمال لبنان. الحقيقة لما ذهبنا لبنان في حملة ليان ذهبنا متخفين كسياح لدعم أخوة لنا احتاجونا، وقفنا معهم. والحقيقة المناظر اللي شفناها مناظر وحشية، انتهاك لحرمة الإنسان، لكرامة الإنسان. الحقيقة شاهدنا أشياء الحقيقة مهما تكلمنا عنها أعتقد ما راح نوفيها. شفنا مناظر إنسانية سيئة جدا، شفنا ناس معذبين، مصلوخ أجسادهم، مقطعة أيديهم، شفنا معاقين، أطفال توحد، شفنا مرضى سكر، شفنا حالات إنسانية مؤلمة جدا في شمال طرابلس في لبنان. طيب، أنت تتحدث عن حملة ليان وقلتم بأنكم دخلتم إلى تلك المخيمات ليس كفنانين أو كجهود إغاثية وإنما متخفين. حدثنا عن ليان، هذه الحملة التي تشاركون فيها كخليجيين لإغاثة الشعب السوري. الحقيقة حملة ليان هي اسمناها باسم بنت، واسمها أخونا وحبيبنا عضو الجمعية الخيرية في الكويت الأستاذ عبد الكريم الشطي، لأن ليان كانت طفلة مصابة من الشبيحة السوريين ونقلت إلى لبنان خلال 6 أيام من سوريا إلى لبنان من خلال الحدود، وكلفت عمليتها $2000. والحقيقة ما استطاعوا جمع $2000 لعمل العملية ليان، فتوفيت قبل ما تصل الإغاثة لها، فأسمينا الحفلة باسم ليان. احنا ذهبنا للبنان كسياح في نظر القوات اللبنانية أو المواطنين اللبنانيين، بس لما وصلنا اللاجئين علمناهم ان احنا مجموعة شباب من الإمارات، من البحرين، من دول الخليج، من تركيا، نحاول ندعمهم بالمادة، بالمواد الصحية، بالعلاج، بالبطانيات، بالأكل والشرب. لكن حقيقة وجود النازحين في لبنان 23 ألف نازح، بينما فقط في طرابلس شمال لبنان الحدود يوجد 18 ألف نازح. 18 ألف معظمهم ساكنين في خيام من كراتين، ساكنين تحت كباري، ساكنين الله يكرمكم في صناديق زبالة. حالات مأساوية جدا. الحقيقة النظام السوري أبدع في تشويه وقتل وظلم مواطنيه. اللي شاهدناه شيء مؤلم جدا. والحقيقة أنا من خلال العربية أناشد اليو إن وأناشد المنظمات الأممية وأناشد الجمعيات الخيرية بدعم حملة ليان، وأناشد النظام اللبناني بالسماح والاعتراف باللاجئين السوريين في شمال طرابلس لكي يتم دعمهم من قبل الجمعيات الأممية والجمعيات الخيرية. وهنا سؤال مالك فايز، أنت ذهبت إلى هناك بصفتك الشخصية وليس بصفتك الرسمية فيما يتعلق بكونك سفير للنوايا الحسنة. أين الأمم المتحدة؟ أين منظمات الإغاثة الدولية مما يجري هناك؟ الحقيقة أخوي محمد، المنظمات الأممية لا تدخل لأي دولة إذا ما اعترفت الدولة بوجود لاجئين، فبالتالي كان صعب دخول المنظمات. عموما المنظمات في سبات عميق جدا، ولا في أي دعم ولا في أي لفتة نظر لهم ولا في أي شيء سووه يخدم هاللاجئين. احنا ذهبنا كشباب في النظر العالم من السياح، ولكن دعم لهؤلاء. لكن أنا أناشد الأمم المتحدة وأناشد الأخوة اللي يعملون في الجمعيات الخيرية في المنظمات الدولية أن يلتفتوا لكارثة إنسانية كبيرة جدا في شمال طرابلس، لأن في ناس محتاجين. وأعتقد أخوي محمد أنه لو سمح أو وجد معبر لوجود لاجئين سوريين في شمال لبنان، أعتقد حتكون كارثة إنسانية كبيرة جدا، لأن لا يوجد لا علاج، لا يوجد لا أكل، لا يوجد أرزاق، لا يوجد مستشفيات، السكن غالي جدا، المصابين كثير جدا. أنا قابلت 11 شاب سوري، النظام السوري فقط ما عذبهم ولكن قطع يديهم تقطيع. يعني هذا العذاب البسيط عند النظام السوري، انه يقطع يديهم على اساس لا يحمل سلاح ولا يسوي اي شيء في الحياه. فتخيل تقابل 16 شاب، احنا 16 قابلناهم، احنا قابلنا حوالي 5000 عائله،
لكن ما قدرنا الحقيقة. المادة اللي معنا ما تكفي، والإغاثة اللي معنا ما تكفي. غير هذا نحن كنا خايفين موجود شبيحة، موجود ناس مرتبطين مع النظام السوري ممكن يعرقلون الحملة الخيرية. الممثل السعودي فايز المالكي وسفير النوايا الحسنة، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم التوفيق في حملتكم، حملة ليان.